أحزان حوطتنا من كل ناحية، أصبحنا مهمومين، ليس لنا إلا الله ندعوه ونرجوه أن يخفف عنا وقت ما نحن فيه، فالحمد لله وكفى على ما نحن فيه. لكن تلك الأيام التي تعصف بنا من كل مناحي الحياة، من كل ناحية، تشعرنا بألم داخلي، ألم يعتصر قلوبنا من شدة ما نحن فيه. أهي أحلام أهي تلك الأيام التي نعيشها أم حقيقة؟ ما هذا الذي عليه أو ما الذي نحن فيه؟ أهذا ما كنا ننتظره من الأيام؟ أهذا ما كنا نحلم به يوما ما؟ لا طبعا، كانت أحلامنا غير كده بكتير. ما كنتش مرتب للي بيحصل لي ده كله. بقابل ناس كتيرة جدا في حياتي، فيهم الحلو وفيهم الوحش، فيهم الكويس ابن الناس، ما اقصدش يعني من الناس اللي هو لابس لبس كويس والكلام ده كله، هو متربي كويس يعني، وفيهم اللي ملوش لازمه في حياتي، بل ممكن يكون دخل حياتي كده غلط، بل انه دخل حياتي عشان يقرفني، عمل الحلو وغير الحلو. لكن بنستحمل من الناس دي الكتير والكتير، وبنعديها احيانا، وبننفض احيانا، وبنطنش احيانا اخرى، وطنش شويتين ثلاثه كمان احيانا اخرى، وهو بتعدي. لكن انه يدخل حياتك كده شخص يقلب موازين حياتك كلها راسا على عقب زي ما بيقولوا كده، يعني يعمل لحياتك كده شقلباظ هندي، شقلبه كبيره كده جدا. انا ما بقتش انا، وحياتي ما بقتش حياتي، بقت حياه شخص تاني انا مش عارفه، بني ادم غريب تماما، حياه شخص تاني انا كنت بشوفه في الخيال، كنت بقرا عنه في الكتب والروايات بس، وما كنتش متخيل ابدا ولو للحظه اني اعيش تلك اللحظات. وكنت بقول ايه الهبل ده؟ في بني ادمين كده، في ناس فعلا في الحقيقه بتعيش لحظات زي دي، زي اللحظات دي يعني. الى ان يعني جت اللحظات دي لحظه بلحظه، الليل مع النهار، واشتهى انا وعايش ومتعايش مع تلك اللحظات، واشعر احيانا كثيره جدا بانني احلم، وان هذا ما اعيشه وما اشعر به الان هو حلم، واحيانا كثيره بانني احلم، وان هذا ما اعيشه وما اشعر به الان هو حفنه من تلك المشاعر التي تاتيني في احلامي، وانها احلام كئيبه ستظل لايام او لبعض من الوقت، وستمر كما مر غيرها من العمر، وسيمضي هذا العمر الذي لا نعلم عنه متى ينتهي أو بأي وقت سينتهي، لكنه حتما ولابد سيمضي بدون استئذان، سيمضي بدون ما نشعر به، بدون ما نشعر بكم الألم الذي عشناه أو تلك اللحظات والأيام التي نعيشها، سيمر بمره سيمضي. لكن تلك اللحظات الكئيبة تشعرنا بألم كبير في صدورنا، تشعرنا بأن هذا الوقت لم يعد فيه سوى القليل، تشعرنا بأننا لم نعد نتحمل أو لم نعد نقدر على تحمل تلك الأيام، وأننا توجب علينا الرحيل، وهذا أفضل ما يكون، وأفضل ما يجعل أيامنا تمضي بسهولة ويسر. هذه أصعب لحظات تمر علي وتمر علينا في حياتنا، نتحمل قليلا وأنكسر تارة وأفيق أخرى، لكن مر الكثير من الوقت ولم نشعر بأي تطور أو تحسن، فقط نشعر بألم وحسر وسوء اختيار في بعض اختياراتنا التي تمر علينا، ونشعر بعدها بندم كبير. يا ليتنا لما كل هذا، لما كل ما نحن فيه، لما لم تطور حياتنا بعد، لما اختياراتنا كلها تعيس، وما هي لما لم نشعر بحياة أفضل، لما لم يكن لنا حظ مما نعيشه أو ما يعيشه يعني على مدار السنوات اللي فاتت يعني من عمرنا، لما خياراتي أتعبتني كل هذا التعب. ألم يكن لدى عقلي لأفكر به، ألم يكن لدي عقل لأفكر به جيدا؟ لا بالعكس، الحمد لله، والله قد وهبني عقلا أحمده كثيرا وأشكره على كرمه وفضله، والحمد لله خياراتي في بداياتها صحيحة، لكن الأيام هي التي تخفي لي ما لا أعلم، وما يخفيه هذا الدهر وغائب تماما عن عقولنا، فلا يدخل الشيطان علينا ما يزعجنا وما يعني يدخل إلى